السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طبيب الأسرة. وزي ما عودناكم كل أسبوع بنناقش مشكلة جديدة من المشاكل الصحية اللي بتقابلنا في مصر. والمشاكل الصحية كتير جدا بتعاني منها الأسر المصرية. النهاردة بنناقش مع بعض مشكلة جديدة ألا وهي مشكلة السمنة والنحافة. وبيشرفنا ان يكون معانا استاذ الدكتور هشام عبد الظاهر، استاذ السمنه والنحافه بكليه طب جامعه الازهر، وهنتكلم معاه عن الاسباب الرئيسيه لمشكله السمنه والنحافه، انتشار السمنه والنحافه وخاصه عند الاطفال في المرحله الابتدائيه من سن السابع الى سن ال11. ثالثا هنناقش مع بعض مشكله السمنه والنحافه وطرق الوقاية، وأخيرا طرق العلاج. وبعد الفاصل إن شاء الله نقابلكم بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور هشام عبد الظاهر عبد الوهاب، أستاذ السمنة والنحافة بكلية طب جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك يا دكتور عايزين نعرف أسباب السمنة والنحافة، الأسباب الرئيسية للسمنة والنحافة. طبعا. شكرا. حضرتك زي ما شايفين دلوقتي بين أطفال المدارس ظاهرة غريبة جدا. بنشوف إن الأطفال في سن 7 و8 سنوات عندهم سمنة بشكل مفرط جدا. في رأي حضرتك إيه أسباب ده؟ تمام. شكرا لحضرتك يا دكتور. أخيرا يا دكتور عايزين طرق الوقاية لهذا المرض. إيه الطرق الوقاية اللي إحنا نقدر نحمي أولادنا من المرض ده؟ اتفضل يا فندم. أيوه. شكرا جزيلا يا دكتور. وأخيرا أعزائي المشاهدين، نرجو أن نكون قد أسعدناكم بهذه المعلومات، ونشكر وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور هشام عبد الظاهر، أستاذ السمنة والنحافة بكلية الطب جامعة الأزهر. وعلى موعد الأسبوع القادم مع مشكلة جديدة من المشاكل الصحية التي تواجهها الأسرة المصرية.